السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا هانيين ومهنيين. ان شاء الله قبل ما نبداو الوصفه تاع اليوم نصليو ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله راح نديروا رخصيص للمبتدئات بمقادير مضبوطه ونتيجته هايله. اعطيتكم كامل التفاصيل البنات، وهذه هي الوصفه المطلوبه دائما عند الناس. كما راكم تشوفوا درت 4 كيلات سميد ممسوحين بهذا لو بول، ويكون سميد متوسط. ولي تقدر البنات تخلط بين السميد متوسط والسميد الرقيق، تخلط دير كيله سميد رقيق. هنا كيما راكم تشوفوا حطيت مغرف ملح صغيره لكل كيله، وحطيت 2 مغارف سكر صغار طبعا، وحطيت مغرف كبيره لحظه وشويه سانوج. انا نحب الزرارع في الكسره البنات يعطيوها بنه على بنه. وحطيت نص كاس زيت، يعني 4 كيلات بنص كيلة زيت. نبسس مليح ونخلط جميع المكونات البنات، نحكهم بين يديا كما راكم تشوفوا. طبعا السميد يلعب دور كيكون مليح، والبلان كيف كيف. هنا الماء البنات سامحوني انا ندير عيني ميزانيه، يعني اسمها بالزربه هكا بليتها نحطو كيله تاع الماء كي يكون السميد متوسط. بصح اللي دير بسميد رقيق راح تدي لها ميم با كيله ما تكملهاش. كما راكم تشوفوا انا جريتها شويه، شوفوا كيف لصقه في يديا. بصح انا استعملت سميد كنزه، البنات اللي في الشرق يعرفوه سميد كنزه، سميد ما شاء الله هايل ويشرب. يعني خليتها ما قزتهاش مده دقيقه ولا دقيقتين، كي رجعت ليها كما راكم تشوفوا هزيتها لقيتها شربت معها. حطيتها في البيترا تكمل العجين. انه انا كنت مزروبه، اللي تحب تعجن بيديها تعجن بيديها نورمال. هنا كما راكم تشوفوا حطيت 2 مغارف صغار زبده. انا نحب ندير بالزبده باش تعطيني هذيك القرمشه اللي تجي من برا، الكسره تجي من داخل طريه على الكيف ومن برا تجي مقرمشه. هنا خليتها في البيترا تعجنت 5 دقائق كما راكم تشوفوا. شوفوا كيف عطاتها لي ليس، ها ولات عجينه طريه وليس، ما مزيته ما تتكسر في الطاجين ما حد شي، بصح تجي مبسه الكيف. شوفوا هنا هذا المقادير ولا هذاك البول جاب لي 3 خبزات صغار ماهمش كبار بزاف، وانا نطرحها شويه رقيقه لانه احنا نحبوا هذه الكسره ناكلوا بها يعني كلش، نديروها للحليب ولا في بعض الولايات يسميوها كسره فطير يشربوا بها غير الحليب، بصح حنايا ناكلوها هذه كسرتنا يعني المعتاده تاع اليومي. كاين اللي يحب المطلوع، بصح اغلبيه هنا في قسنطينه يحبوا هذا النوع من الكسره، كسره خسيس. نلوزهم البنات كما تشوفوا، قسمتهم قد بعضهم ولوزتهم وحطيتهم يريحوا. نخليهم يريحوا مدة 5 إلى 10 دقائق ماكسيموم، مش باش يتفاعل على الخمير ولا، ولكن باه ترتاح العجينة وتعطينا الطوع باش نطرحوها وتجيها شكلها مليح دائري. طبعا البنات المبتدئات اللي ما يعرفوش، هنا حطيتهم برك في صفيطة وحطيت الطاجين تاعي يسخن الوقت هذاك اللي يريحوا فيه. وكما راكم تشوفوا بل ما نطولش عليكم في الفيديو، جبتها وبديت نطرح فيها. شوفوا كيفاه تساعدني في الطريح ما شاء الله، تمشي تتمدد معايا كيما نحب، ما ترجع ما والو. هذا هو السر اللي يخلي الكسره تاعك تطرح معك مليح، لازم تخليها ترتاح. يعني اللي تقولك بليها من طيبيها من تكذب عليك، ما كاش منها والله، ما تعطيك الطوع وما تحلك وتبقى ترجع لك وتطول. هنا كيسخن لي الطاجين كيما راكم تشوفوا، هاني حطيتها وطيبتها، طيبتهم في 3. شوفوا النتيجة والله صدقوني تجي ما شاء الله كسرة قاطو، ماشي كسرة يعني بنينة وتقرمش من برا وطرية وطيبة. يعني اغلبيا نشوفهم كي يطيبوا هكا ويلهفهم الطاجين من برا طيب بصح من داخل تقعد خضرة. شوفوا النتيجة معاكم، نتمنى تكونوا استفدتوا وبربي ان شاء الله يعجبكم الفيديو. واي حاجة ما فهمتوهاش ولا تحبوا نعتها لكم اكتبوا لي في التعاليق واشتركوا معايا، وما تنساوش ديروا لي جيم فضلا وليس امرا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله تعالى. مع السلامه.